وها قد عدنا مرة أخرى لحلقات السيارة. هلا يوتيوب، هلا يوتيوب أعزائي المشاهدين من هذا الكوكب الكبير، أهلا وسهلا بكم. طبعا زي ما هو واضح لكم في العنوان، حلقتنا لليوم هي عن إيش أجدد الطلبات اللي موجودة في الأماكن اللي راح نروح لها. طبعا يا جماعة الحلقة دي أنا بالضبط مسويها عشان حاجة واحدة، يعني الحلقة اللي نزلتها اللي فاتت صراحة حاب أشكركم على الكومنتات الحلوة اللي صارت، كلكم يا أبوي اشتقنا يا زمان. أشكركم على الشوق المتبادل، وباذن الله نحن نستمر بحلقات مستمره وكثيره. ايش انا ابغى اقول؟ انا ما بقول الكلام ده، انا ابغى اقول انه انا مسوي الحلقه دي عشان نبغى نشوف هل الغيبه الطويله دي طلعت وجبات جديده ولا الدنيا زي ما هي. فدحين نروح للمطاعم والمحلات اللي تقدم الطلبات عن طريق السياره. هل يوجد يا سلام عليك، هل يوجد لديهم أكلات لذيذة وجميلة جديدة أم لا يوجد ذلك؟ أنا إيش بدأت أتكلم كذا؟ بإذن الله أنكم تستمتعوا بالحلقة يا جماعة. اللي ما اشترك في الحلقات أقسم بالله أنا لازم أطلع برا. السلام عليكم. فأتمنى الحلقة أنها تنال على إعجابكم، فيلا بينا نروح لأول مطعم، يلا بينا. طبعا يا إخوان أول محل معانا هو بانز. العرف أول مكان تروح له لازم يكون إيه؟ كافي، عارف اللي حق الصباح الباكر والمزاج الرايق، بالرغم انه احنا دحين الظهر، ولكن يعني خلاص هي ماشيه كذا. طب هل انت تحب القهوه؟ لا. بسم الله، مشينا ووصلنا وخلونا نبدا ونشوف. السلام عليكم، كيف حالك يا مدير؟ كويس؟ انت كاميرا 100 100 100. انت كمان حبيبي. ابغى اجدد طلب موجود عندك، جيب اي شيء اجدد طلب موجود عندك جيبه. ها؟ ميديوم سايز يلا. بدون قهوة يا شيخ؟ ده أنا أحب اللي بدون قهوة ده. طيب يا إخوان وقفنا على جنب على أساس نشوف إيش جبنا من بارنز. طبعا يا جماعة أجدد طلب موجود في بارنز كان اللي هو ريتسون، ما أعرف إيش هو الصراحة، ولكن ما في له قهوة. شوفوا يا جماعة ده المشروب اللي جانا من بارنز. طب بكم سعره ده؟ سعره ب 18 ريال. طبعا ده اللي هو الحجم الميديوم. جايبين معاه اللي هو المصاصة ومناديل. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة شكل المشروب نفسه يقول لك حدوك حاجة قوية، فأتمنى إنك ما تخذلني، أتمنى. بسم الله. يبدو إني أنا لازم ألخبطه. هذا الشكل بعد لما لخبطناه، خلونا نقول بسم الله ونتذوق الآن. واو الله، هذا المشروب جيد يا أحمد صراحة. مع هذه الأجواء والله المشروب جدا يناسب. كذا مشروب بارد لطيف كذا، فواكه وحياة حلوة، خوخ ودنيا طيبة. بالنسبة لي لو حطلبه مرة ثانية حطلبه في أجواء زي كذا ظهرية، عارف، حر كذا، صيف، الشمس تاكل جنبك، فتديها المشروب ده نعنش دماغك شوية. والله تعبت في كلمة يعني نعنش. فالمهم بداية موفقة للحلقة كذا، اكتفينا من بارنز، يلا نروح اللي بعده، يلا نروح اللي بعده. طيب بما ان احنا خلاص بردنا وانبسطنا، نيجي الحين للفقرة المهمة واللي هي فقرة الغداء. رايح للطازج عشان حاجة واحدة، المطعم ده كل فترة بيطلع وجبة جديدة، يعني ممكن السنة دي الواحدة يمكن نطلع 18 وجبة جديدة، فابغى اعرف ايش اجدد وجبة حاليا موجودة عندهم. بسم الله. ده يا جماعة اللي هو أجدد طلب موجود في الطازج واللي هو تيستي. ده البوكس، صراحة البوكس جدا جيد مشوي ولذيذ. صراحة أنا مستغرب من موضوع إنه هم حاطين يعني سبايسي وحاطين تشيز. طب يعني اللي أنا أعرفه إنه سبايسي وعادي، أما سبايسي وتشيز، طب ممكن أبغى سبايسي وتشيز. يلا ما علينا. طيب بكم سعره ده؟ سعره ب 17 ريال. أنا طبعا طالب بس اللي هو الساندويتش. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلونا نفكه كده، شوفوا يا سلام. الله 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 الله. شوفوا يا جماعة طلع برجر مقلوب. شوفوا يا جماعة ده اللي هو ساندويتش التيستي حق الطازج. ما شاء الله اللي باين كذا انه فيه له تشيز، فيه له خس، فيه له طماطم، فيه له الصوص، قطعة الدجاجة نفسها عليها تتبيلة. شكلنا مقبلين على حاجة محترمة. خلونا نقول بسم الله وندوقه. بسم الله. واو، الخبزة طعمة، الصوص تحفة، الدجاجة المشوية كذا
طرب صراحة، لا جيدة مرة. بس دي كيف ما فيها مناديل؟ وربي مع كل لقمة ينفجر الصوص في وجهك. لازم تنتبهوا يعني موضوع الباكج ده، بما انه باكجكم حلو كده حطوا مناديل. برجر يعتبر برجر كلاسيكي، والناس اللي تحب البيك تيستي تقريبا نفس الشيء. عارف هو اصلا صوص التيستي ده شكله هو نفسه. الناس اللي تحب الدجاج المشوي صراحه حتجرب ده حتنبسط. كذا نشكر الطازج على هذا المنتج الجديد. يلا بينا نروح اللي بعده. يلا نروح اللي بعده. طبعا يا اخوان احنا الان متواجدون في المكان الثالث واللي هو كنتاكي. وانا داخل كذا شايف في صوره حاطينها، واضح انه منتج جديد عندهم، فالشيء ده يحمس. خلونا نشوف كنتاكي ايش مقدمين لنا من وجبه جديده. طبعا يا جماعه شوفوا هذا اول كيس، من جوا حاطين اللي هو المناديل دي، حاطين 3 حبات كاتشب، وده اللي هو فاير ستورم. شوفوا يا جماعه، شايف كنتاكي وابتسامته الجميله. طيب بكم سعر الوجبه الجديده دي من كنتاكي؟ سعرها ب 27 ريال. طبعا انا طالب بدون وجبه، لا بيبسي ولا بطاطس ولا اي شيء، بس ساندويتش 27. نقول بسم الله ونفكه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، شوفوا يا جماعة كيف شكله كده، باين انه لهيب. الخبز واضح انه عليه فلفل من جوا، في اللي هو الصوص، والله الصوص ريحته حرارة. حاطين يا جماعة اللي هو الخس، في برضو اللي هي قطعة بطاطس هاش براون، في تشيز، وفي قطعة دجاج، وفي هالبينو. والله الصوص برضه مرة مليان، يعني مبدئيا كل شيء فيه يدل انه هو مرة سبايسي. خلونا نقول بسم الله وندوق. بسم الله. سبايسي اللي فيه طيب، ولا انا لسه ما اخذت اللقمة الحقيقية اللي مليانة سبايسي؟ يعني في طعم السبايسي ولكن طعم جميل. واو حار، لا حقيقي حار. البرجر ممتاز، دجاج، الخبز، البطاطس، صلصة كده تحس انك تاكل بيتزا. عارف اللي كده سبايسي، هالبينو، تشيز. واو. خليني اشرح لكم انا ايش الشيء اللي مره مخليني مبسوط في البرجر ده. طبيعي انه الناس يعني ممكن في ناس كثير تسويها، اللي هو ايش، تمسك قطعه الدجاجه تحط عليها بطاطس، هنا في بطاطس، تحط صوص زياده عشان البرجر يكون طري اكثر وكذا، هنا في صوص زياده. الناس اللي تحب السبايسي تبغى شيء يولع، هنا شيء يولع. الدجاجه حقت كنتاكي تحفه، الخبز تحفه صراحه، التشيز برضو كمان موجود والخس. برجر يفوز صراحة، ده ليفل. سعره 27 ريال، ولكن ده برجر ليفل، يعني شيء محترم. طيب كده اكتفينا من شايب كنتاكي، يلا نروح اللي بعده. يلا نروح اللي بعده. نيجي الحين يا جماعة للمكان الرابع اللي معانا، واللي هو ماكدونالدز. ماكدونالدز ايش مقدمين لنا؟ مقدمين لنا ماك فلوري بالسنيكرز. طبعا يا جماعة الموضوع جدا بسيط، ملعقة والكوب حق الايس كريم. الواحد من جد مع الاجواء ذي يحتاج انه ياكل ايس كريم. شوفوا يا جماعه ماك مسوين اللي هو ماك فلوري بالسنيكرز. عشاق الفول السوداني والشوكولاته حينبسطوا. طيب خلونا نذوق كيف الموضوع. اول شيء بدايه الماك فلوري نقدر نتلخبطه كذا عشان ايه تبدا بالخطوه الصحيحه. انا ما قلت سعره صح؟ سعره ب 12 ريال، يعني السعر اوفر شويه صح ولا لا؟ يعني 12 ريال الماك فلوري، افتكر انه كان 6 ريال، ولا ده مره كان زمان، ولا ايش الهرجه. بسم الله. انا اللي عاجبني الايس كريم نفسه، برودته، نفس الايس كريم حق ماك، بغض النظر عن موضوع السنيكرز صراحه. وهي كده قطع تحس طعم السنيكرز ما هو قوي، يعني ما اعرف انا ما لخبط زي الناس ولا ايش بالضبط، ما ناسبتني يعني مره الفكره، لكن طعمها جيد يعني، خاصه الايس كريم، مو الايس كريم سنيكرز لا، يعني هاخذ ماك فلوري اوريو احسن يا اخي. بغض النظر عن اي شيء، السكريم حق ماكدونالدز يا اخي جيد، مره جيد صراحه. انا مبسوط بالسكريم، خاصه بعد الوجبه اللي فاتت السبايسي حق كنتاكي، لكن انا كنت مجهز الحلا
المكان الاخير. ودحين خلونا نروح للمكان الاخير ونشوف ايش حيقدم لنا. المكان الاخير اللي معانا اللي هو تيم هورتنز. يا جماعه تخيلوا ايش جابوا، موهيتو باللافندر. ياهو من جدكم يا ويدي مريحة، لكن صراحة مرة مبسوط اني حجرب اصلا حاجة باردة وكذا، ولافندر شيء جديد. صراحة ما عمري جربته، ما اعرف طعم اللافندر، اعرف ريحة اللافندر، طعمه جديدة دي. طيب بكم سعره ده؟ سعره ب 21 ريال. هو كذا ما عندهم الا حجم واحد. نخبطها كذا. شوفوا يا جماعة كيف. خلونا نقول بسم الله ونتذوقها. بسم الله. نخلطها كمان شوية. طبعا زي ما هو واضح لكم انه فيها نعناع وليمون. راجل شوف طعمه يعني كذا حالي ممتع، بس اللي ما حي كذا يلصق في عقلك اللي ابغاه. صراحة طعمه لا بأس به، ولكن انا جدا مبسوط بالتجربة اني جربت مشروب اللافندر. والسعر والله غالي 21 ريال يعني اوفر. وبس مع مشروب اللافندر يا جماعه نوصل لختام الحلقه. كان هذا رايي الشخصي، ممكن اختلف معك لو رحت كثير نختلف الاذواق. لا بعض السلع من حقتنا عجبك الحلقه صدقني لايك شير القناه مشترك تشير المقطع في كل مكان. كنت معكم انا احمد الهادي، الى اللقاء.